اتكلمت في فيديو قبل كده عن أحسن 5 تليفونات في سعر 7000 جنيه. ذكرت فيه البوكو والأوبو والإنفينكس والسامسونج والريدمي. في الفيديو ده بقى عامل لك مقارنة بين البوكو سي 65 وعن أوبو اي 3 اكس عشان تختار صح. لو ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات خش اتفرج عليه عشان تستفيد. هنبدأ بالبوكو. بيجي بمعالج ميدياتك هيليو جي 85، الأداء كويس جدا في الاستخدام اليومي والألعاب الخفيفة. أوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 6 اس الجيل الأول، أداء أفضل في الألعاب والاستخدام اليومي. هنا المتفوق في الأداء الأوب عشان بيجي بمعالج أقوى. البوكو بيجي بشاشة بحجم 6.74 بوصة، الدقة اتش دي بلس 1600 في 720، معدل تحديث 90 هرتز، السطوع 600 شمعة. أما الأوبو بيجي بشاشة بحجم 6.67 بوصة، الدقة اتش دي بلس 1604 في 720، معدل تحديث 90 هرتز، السطوع 1000 شمعة. هنا المتفوق في الشاشة الأوب، سطوع أعلى ورؤية أفضل تحت الشمس. البوكو بيجي بكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل زائد كاميرا ب 2 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. أما الأوبو بيجي بكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل. فالمتفوق هنا في الكاميرات البوكو. فرق واضح في جودة الصورة والتصوير. البوكو بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير بسرعة شحن 8. أما الأوبو بيجي ببطارية بحجم 5100 ملي أمبير بيجي بسرعة شحن 45 واط. فالمتفوق هنا في البطارية وسرعة الشحن الأوبو، شحنه أسرع وفرق كبير. البوكو بيجي برام 6 أو رام 8، وبيجي بمساحة تخزين 128 أو 256، ويدعم كارت ميموري لحد 1 تيرا. أما الأوبو بيجي برام 4 جيج وبيجي بمساحة تخزين 64 أو 128 جيج. فالمتفوق هنا في الذاكرة البوكو، مساحة أكبر. البوكو بيجي بنظام تشغيل أندرويد 13، واجهة ام اي يو اي، فيها مميزات كتير بس الواجهة تقيلة شوية في الاستخدام. اما الاوبو بيجي باندرويد 14، واجهة كولر او اس، تيجي اخف شوية وانعم شوية في الاستخدام. فالمتفوق هنا في النظام الاوبو. البوكو بيجي ارخص شوية في السعر وبيديك قيمة مقابل سعر، لكن الاوبو اغلى شوية بس بيجي بصورة شحن أكبر وبشاشة حلوة وواجهة نظام أسرع. فالمتفوق في القيمة البوك. الخلاصة، لو عاوز أداء أقوى وشاشة واضحة في الشمس وشحن سريع ونظام أحدث فاختار الأوب. أما لو عاوز أفضل قيمة مقابل سعر أو كاميرات أقوى ورام ومساحة تخزين أكبر فاختار البوك. وصلى على النبي.